جبت لولاد المطعم لحد البيت. هم عليهم يطلبوا وانا عليا التنفيذ، طلباتهم اوامر. هنعمل النهاردة وجبة حلوة جدا الكل بيحبها. هنعمل احلى كنتاكي بتتبيلة مميزة، وان شاء الله هتطلع معاكي مقرمشة جدا واحلى من الجاهزة اللي بتشتريها من اي مطعم بره. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي يلا ادخلوا نوروني واشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، واعملوا لايك على الفيديوهات وشير لاصدقائكم. اول حاجة كده معايا فرخة، بدأت اللي انا اقطعها. شلت الرقبة بالسلسلة بتاعتها كده. اول حاجة طبعا مش هتترمي، احنا هنعينها، تعملي بيها لما يكون عندك حاجات من دي تعملي منها احلى شوربة. بعد كده هبدأ اللي انا اقطع الفرخة بتاعتي على 10 قطع. الورك على 2 والصدر على 3. الصدر هتشيل الجناح بحتة كده من الكتف بتاع من الصدر، يعني هيبقى فيها حتة من الصدر برضو، وبقية الصدر هنقسمه على 2، يبقى كده على 10. بس طبعا اول حاجة طبعا غسلتها كويس ونقعتها في ملح وليمون وخل ودقيق، وبعدين غسلتها كويس جدا. وبعد كده بدأت اللي انا اقطعها. تمام. بعد ما قطعتها بالشكل ده هبدأ اللي انا اعمل فيها فتحات. كل قطعة كده همسكها اعمل فيها فتحات علشان تستوي معايا كويس زي ما انتوا شايفين كده. والفرخة اللي تجيبيها ما تجيبهاش كبيرة علشان تستوي برضو معاكي كويس. بعد كده خدتها شطفتها مكان التقطيع وكده شطفة على الماشي، وحطيتها في المصفى عشان تتصفى من اي حاجة فيها. بعد كده هنعمل لها محلول نقع. جبت لتر من المية، حطيت فيه ورق لورا، وعليه معلقة من السكر، معلقة كبيرة، ومعلقتين كبار من الملح. بدأت اللي انا اقلبهم كده لحد ما يدوبوا خالص. بعد ما يدوبوا معايا هبدأ انزل فيهم بقطع الفراخ، وهسيب الفراخ منقوعة من بالليل لتاني يوم. كل ما تسيبيها في النقع تبقى احلى واحلى. اقل حاجة هتسيبيها في النقع ده 6 ساعات. تمام. ليه بقى محلول النقع ده؟ علشان اي حاجة في الفراخ هتطلع منها. تمام. ما يبقاش فيها زفارة نهائي، وكمان بتفتح الأنسجة وتخليها تستوي معاكي على طول. شايفين بقى بعد ما مر عليها 6 ساعات المية بتاعتها غيرت ازاي؟ احنا بقى مش هنغسلها ولا اي حاجة، احنا هنشيلها من المية اللي هي فيها ديت، وهنحطها في مصفى علشان تصفي اي مية فيها. بعد كده هركنها على جنب ونشوف هنجهز ايه تاني. معايا بولة فيها 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، عليهم كيس من بيكنج باودر. هنعمل بقى خلطة تحفة. هنبدأ نحط التوابل. معايا معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة بابريكا. بابريكا اختياري، لو عايزة ما تحطيهاش ما تحطيهاش، بس هتدي تست حلوة قوي ولون جميل. وحطيت كمان معلقة صغيرة شطة، ومعلقة كبيرة من فلفل الاسود، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر. هي دي التوابل بتاعتنا، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف علشان اللي حابب يرجع لها تاني او يصورها. قلبتهم مع بعض كويس جدا. هبدأ بقى اللي انا اقسمهم، هاخد التلت واسيب التلتين. تمام. الكمية الكبيرة هنركنها على جنب، والكمية القليلة هنحط عليها مية، وهنبدأ اللي احنا نخلطهم مع بعض كويس لحد ما السمك بتاعهم يبقى حلو، ولا خفيف ولا تقيل، علشان يتشال كده في قطعة الفريخ. هنشوفه كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين التقل بتاعه كده حلو جدا. عايزه اقول لكم ان ريحه التوابل طالعه تحفه. بعد كده هبدأ اللي انا احط فيها قطع الفراخ. انت ممكن تحطي قطع الفراخ في التتبيلة دي وتشيليها على الخلطة التانية على طول وتشتغلي بيها على طول. تمام، لان احنا حطيناه في محلول الملح. النقع اللي احنا حطيناه قبل كده ده بيساعد على التسوية، وقلنا بيفتح الانسجة. فانا هسيبها في الخلطة دي حوالي ربع ساعة علشان تاخد من التتبيلة اكتر وتبقى احلى واحلى. بعد الربع ساعة ما عدت هبدأ اللي انا اشيلها بقى من التتبيلة، واحطها في الخلطة اللي احنا عملناها دي.
تمام. وهبدأ اللي انا اغلفها كويس، ما تضغطيش عليها بايدك خالص، يا دوبك بتحركي بس كده علشان بقى تاخد الشكل اللي احنا عايزينه. انما لو ضغطتي عليها مش هتاخد الشكل اللي انتي عايزاه وتوصلي له في الاخر. في حتت لسه ما اتغلفتش كويس، هبدأ اعيد عليها تاني. شايفين؟ ما بضغطش عليها خالص، يا دوبك بقلب كده. بعد كده بنفضها كده واحطها في طبق جنبي. وما تيجي تحطي قطع الفراخ انا هعملها كلها مرة واحدة، ما تحطيش على بعضه علشان ما تبص منك، حطي واحدة جنب واحدة. هعمل برضو التانية بنفس الطريقة. شايفين؟ بقلب على طول كده، ما بضغطش نهائي. لحد ما بخلصها والاقيها اتغلفت كلها كويس، ببدأ اللي انا امسكها كده وانفضها وهي في ايدي كده. شايفين؟ شايفين الشكل بقى اللي هي واخداه؟ فيها برضو حتة ما اتعملتش، برجع اعيد عليها تاني، مفيش مشكلة. وبحط واحدة جنب التانية، ما بحطش على بعض خالص. هخلص انا بقى كل الكمية بنفس الطريقة علشان ما اطولش عليكم. بعد بقى ما خلصت، بتنزلي في زيت سخن، ويكون زيت غزير علشان تستوي معاكي كويس. في الاول النار تبقى عالية، وبعد كده هتهدي النار، تبقى النار وسط. وهتسيبيها بقى حوالي من 10 دقايق لربع ساعة كده على حسب. تمام. وتقلبيها، بس ما تقلبيهاش وهي لسه محطوطة، سيبيها تتشمع كده وتاخد لون، وبعد كده قلبيها علشان الطبقة اللي احنا عاملينها ما تتشالش منك وتقع. شايفين الخرفشة بقى اللي فيها والحاجات دي؟ كنتاكي ده ولا مش كنتاكي؟ صفيها من الزيت كويس وطلعتها على مصفى بالشكل ده. بعد ما خلصت الدور ده هبدأ ان انا اجيب دور تاني واحطه. اهم حاجة ما تخليش النار عالية عليها قوي علشان ما تتحرقش منك وتاخد لون وتبقى نية من قلبها. احنا ولا سلقنا الفراخ ولا اي حاجة، الفراخ معمولة قدامكم نية وهتطلع مستوية زي الفل. في الوقت ده انا كنت بعمل بقى رز، ما عملتهوش قدامكم، بس برضو الرز ده كان طلع حكاية. بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتي، جبت طبق كده، حطيت عليه شوية من الكزبرة الخضراء أرضية يعني. وبعد كده بدأت اللي أنا أحط قطع الفراخ عليها. أحلى كنتاكي عملناه، ولا سلقنا ولا عملنا. وكمان طلعت بطاطس من اللي احنا كنا عاملينها سوا، مفرزينها، حمرتها وحطيتها برضو حواليها كده. انا بجد كنت عايزة اسمعكوا صوت الصوت بتاعها، النشفان بتاعها، بس كان المغرب كان شغال والجامع قريب مننا، فكان الصوت عالي جدا، فما كنتوش هتسمعوا بصراحة، والصوت كان هيبقى عالي. ده كان فطارنا النهاردة. الرز ده عملت رز اصفر بالزبيب، تحفة، طعمه وريحته في منتهى الجمال. وعملت طبق سلطة خضراء، والبطاطس اهيت اللي كنا مفرزينها حمرتها معاه. وعملت بلح باللبن، وكان العصير بتاعنا صوبيا بس عملته بعد الفطار. يا رب اليوم يكون عجبكم.